عشاق المعجنات والمخبوزات والفطاير وريحة المخبوزات في البيت يجوا يجمعوا في الوصفة دي. هنعمل وصفة هندية اسمها بابا روتي، هشة وقطنية بطريقة مش عادية، تحشيها حلو تحشيها حادق تجنن. ولو بقى بتحبي النسكافيه والقهوة الوصفة دي بجد ليكي، جميلة بقى تمشي معاكي فطار عشاء، تحبي تحطيها في اللانش بوكس للأولاد، تديها لجوزك وهو رايح الشغل مش هتقولك لأ. جميلة جدا ولذيذة بشكل مش عادي وطريقتها سهلة. يلا بينا نخش على الطريقة اللي مفيش بجد أبسط ولا أسهل منها. في بولة كده هجيب كوباية من المية الدافية وأحط عليها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، وهقلبهم كده مع بعض كويس علشان يتفاعلوا وتطلع معايا رغوة كده. هنا بقى هحط معلقتين كبار من اللبن البودرة، الحليب البودر اي نوع عندك اساسي يا جماعة في الوصفة، ونقلبهم عشان كل حاجة تدوب مع بعض، ومعلقتين من الزبادي، وربع كوباية من الزيت اي نوع زيت عندك مش زيت زيتون، ومعلقتين كريم شانتيه اللي هو دريم ويب. كل ده واحنا بنقلب كله مع بعضه عشان كله يختلط ويدوب، مش عايزينه يبقى مكلكع. ومعلقة من البيكنج باودر، وعندي بقى 3 كوبايات من الدقيق المنخول. هحط تدريجي كده وهقلب لحد ما العجينة تبدأ تتقل، هشيل بقى المضرب وابدأ ان انا اعجن بايدي. لازم تنخليها علشان تبقى العجينة معاكي هشة ويبقى جواها هوا. هنعجن بقى كده مش هنحتاج اي سوائل تانية، هعجن واجيلكم. خلاص هنا العجينة لمت معايا، هبدأ بقى الم اللي في الطبق كده واعجن فيها شوية. طبعا هي لازقة في ايدي علشان ايدي التانية كنت بعجن بيها، انما في ايدي النظيفة هي ما بتلزقش. عجينة ناعمة جدا وجميلة. هغطيها بقى كده ايه عشان تخمر. وعندي معلقتين كبار من الزبدة، ويا ريت تبقى بدرجة حرارة الغرفة عشان ما تزهقكيش في الضرب. ومعلقتين من السكر البودر وبيضة، ومعلقة كبيرة من النسكافيه دوبتها كده في شوية مية. هبدأ اضرب الخليط ده كله مع بعضه. شوف الزبدة ما كنتش مطلعاها، واحط عليها تلت كوباية من الدقيق بعد ما كل الزبدة بتاعتي تدوب. وهقلبهم بقى، يفضل اضرب فيهم كده مع بعض، هيكون معايا خليط تقيل شوية عامل زي الكريم شانتيه كده. بس كده هركنه بقى على جنب، وان انا احطه في كيس حلواني او في اي كيس عندك، وتعملي له بوزة كده من الطرف عشان هنحتاجه. ما تفتحيش البوزة بتاعته دلوقتي الا لما نخلص الباقي. هنزله بقى كله كده في الكوباية، ويكون بقى العجينة بتاعتي تكون خمرت. بس كده خلاص. هجيب بقى العجينة بتاعتي زمانها خمرت خلاص، هبدأ ان انا انزل منها الهواء واخد منها كور صغيرة. انا حشيت العجينة جبنة مثلثات، تقدري تحشيها شوكولاتة، تقدري تحشيها لوتس، تقدري تحشيها اللي انت عايزاه لو انت عايزاها كلها مسكرة. طبعا الجبنة المثلثات ما بتبقاش حادقة قوي ان هي تبقى مثلا المعجنات حادقة، تبقى طعمها جميلة. هبدأ بقى ان انا اكورها كده، هعملها على شكل خلية النحل. تقدري تعمليها واحدة كبيرة شبه الكرواسوناية كبيرة كده، او شبه الكايزر زي ما تحبي. هنا حطيت ورقة زبدة بقى، ورشيت الورقة بالزيت كده رشة خفيفة، وبدأت ارص بقى الدوائر اللي انا عملتها. زي ما قلت لكم انا عملتها على شكل خلية نحل، تقدري تعمليها بأي شكل انت عايزاه. ده الخليط اللي احنا عملناه. هقصه بقى وانزل على العجين كله من فوق بالخليط ده، واكون مشغله الفرن سخن على درجه حراره 200 عشان ندخلها فيه. تقدري تعمليها واحده كبيره كذا واحده كبيره، وتحطيها الخليط القهوه على الوش وتدخليها الفرن. خدت في الفرن حوالي ربع ساعه وطلعتها، ويدوب شغلت الشوايه بس يدوب دقيقه من فوق. سبتها بقى تبرد كده. الريحة بتاع النسكافيه طالعة تجنن مع المعجنات، رهيبة بجد، لازم تجربوها.
شوفي بقى هشة ازاي وقطنية تجنن. الجبنة مع النسكافيه رهيبة. زي ما قلت لك احشي شوكولاتة، لوتس، والله مربى، مفيش مشكلة، اللي انت موجودة عندك تقدري تعمليه. وصفة سهلة وجميلة وجديدة، وكمان مش مسكرة، يعني سكرها هادي جدا. لو انت مش بتحبي الحاجة مسكرة فهي سكرها هادي جدا. بس كده وصفتنا خلاص خلصت. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركوا في قناتي وتفعلي الجرس وتقولي لي رأيك في الوصفة، ولو طبقتيها بوريني تطبيقاتك. بس خلاص.